3 اسباب يخلوك ما تجيبش عربيه جديده علشان تشتغل بيها، و3 اسباب تانيين يخلوك تشتري عربيه جديده وتشتغل بيها. تعال اشرح لك ازاي. اول سبب يخليك ما تجيبش عربيه جديده ان العربيه الجديده الجميله اللي بتلمع ديت من بعد سنه شغل بس هتبقى زيها زي العربيه اللي ماشيه بقالها 5 سنين. لا حول ولا قوه الا بالله. العربيه هتدبل كده، البيبانها هتتفتح وتتقفل في اليوم 30 50 مره، الشنطه العربيه هتترزع، الفرش هيتبهدل، العيال هيتنططوا لك عليه. مش عايز اصدمك واقول لك ان البيبان هتتجرح. والله العظيم العميل وهو بيفتح الباب، في ناس بتحب تفتح الباب ببراح كده، يبقى جنبك حجر كده ومستنيه يركب، يروح هو فاتح الباب خبطه في الحجر وراكب عادي، ما حصلش حاجه. ايه يا جماعه، عادي عادي، الباب خبطنا في الحجر يعني خلاص يعني، يطلع اتكل على الله. العفشه بتاعتك هتتدغدغ، رايح هنا وجاي من هنا وداخل هنا وخارج من هنا وكلت لك مطب هنا. فمع كل كربوش او مع كل مطب بتاخده بالعربيه الجديده بيقطع قلبك، بعكس العربيه المستعمله اللي هي كده كده استعملت وفي فرق كبير في الاسعار، فمش هتزعل عليها قوي زي العربيه الجديده. لكن اول سبب بقى يخليك تجيب عربيه جديده ان العربيات الجديده يا جماعه بتريح في الصيانه. تريح دماغك، تبقى جايب العربيه 5 سنين عقبال ما مثلا اعمل فيها حاجه ان شاء الله. ولكن بقى العربيه المستعمله كل شويه مش عارفه ايه اللي حصل، الكبالن، المساعدين، مش عارف الموتور ماله، علبه الباور ايه اللي حصل لها، وجع دماغ. اللي هو ايه يا جدعان بقى، وانا نازل اشتغل عشان اصرف على العربيه ولا عشان اصرف على نفسي؟ السبب التاني اللي يخليك ما تجيبش عربيه جديده علشان تشتغل بيها، لو هتشتغل بيها في برامج النقل الذكي. والله العظيم لو هتشتغل في برامج النقل الذكي فالاحسن ان انا اشوف عربيه مستعمله، حاجه كده استعمال نظيف. انما العربيه الجديده تبقى زيك زي اللي معاه عربيه، يعني انت مثلا جايب عربيه بمليون جنيه تبقى زيك زي اللي جايب عربيه مثلا ب 200,000 جنيه. هي ابو ده بياخد 50 جنيه وده بياخد 50 جنيه في المشوار. لكن السبب الثاني اللي يخليك تشتري عربيه زيرو علشان تشتغل بيها ان انت يكون معاك شغل رايق، شغل نظيف خارج تطبيقات النقل الذكي، بقى شغال ليموزين، شغال في السياحه، معاك مشاوير سفر، حاجات بقى اللي انت ممكن مثلا تعملهم في تطبيقات النقل الذكي مثلا في اليوم كله ممكن تعملهم ساعتها في ساعه ولا ساعتين. محدش يقول لي اعمل كده ازاي، لان محدش هيقول لك تعمل كده ازاي، دي حاجه ترجع لك انت بقى، لشغلك، لخبرتك، لعلاقاتك مع الناس. انت ليك سكه في الكلام ده هتلاقي يا سيدي عربيه حلوه، مالكش سكه خليك بقى في العربيات الكنب دي. السبب الثالث اللي يخليك ما تجيبش عربيه جديده علشان تشتغل بيها لو انت واخد الموضوع كمشروع او كاستثمار، اللي هو داخل القصه ديت يا جماعه انا معايا مثلا مبلغ معين، انا هجيب بيها عربيه جديده وهشغلها، وبعد ما اشغلها هاخد منها فلوس، الفلوس دي ما اعرفش اعمل بيها ايه. لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، خصوصا مع اسعار العربيات دلوقتي. تجيب لك عربيه جديده يا حبيب قلبي اقل حاجه عامله كام؟ 700 800 الف جنيه. فلو جيت حطيتهم في العربيه زائد ان انت مجهودك وشغلك هتشتغل بيها، هتعمل منها مرتب كل شهر، فالمرتب ده لو حسبته في السنه مع الاستهلاك مش هتيجي معاك. منطقيا لو حسبتها هتلاقيها خسرانه، ورغم الموضوع ده يعني مش مضمون قوي، لان الناس في 2021 اللي اشتروا عربيات وبالتقسيط بفوائدها بحبشتكناتها دلوقتي بيبيعوها باضعاف سعرها بعد ما شغلوها وهروها. لكن لو هنحسبها منطقيا، العائد اللي هيدخل لك من الشغل مع مجهودك، يعني انت حاطط راس مالك ومجهودك الاثنين مش هيعوضوا لك تكلفه او راس المال اللي انت حطيته في العربيه. ولكن امتى برضو ساعتها اجيب عربيه جديده لو انا واخدها مش استثمار ولا مشروع ولا الكلام ده كله؟ لا، انا راجل معايا شغلي، معايا وظيفتي، معايا دنيتي، معايا دخلي، فهروح اجيب عربيه جنب الشغل اشتغل بيها. فهنا اقدر اقول لك يا سيدي براحتك بقى، هات عربيه جديده عادي، طالما انت واخد الموضوع مش كمشروع. انا واخده ان انا كده كده دي عربيتي الملاكي، بروح بقى شغلي، بخرج بيها، بعمل بقى اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت بفتح البرنامج اخد لي مشوارين 3 في اليوم. هنا ساعتها اقول لك خلاص طبعا انت مش معتمد عليها اعتماد كلي، عادي ان انت تجيب عربيه جديده. اهم سبب يخليك ما تجيبش عربيه جديده ان انت معكش فلوس. يعني انا مش فاهم انت اصلا مكمل الفيديو لحد دلوقتي ليه؟ انت معاك فلوس؟ انت معاك فلوس تروح تشتري عربيه جديده ولا مستحمله حتى؟ مفيش. مين اللي هيروح يجيب عربيه جديده دلوقتي؟ فده اهم، ده اكتر سبب يعني مقنع يخليك ما تجيبش عربيه اصلا.